السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نانسي سعيد وكارت أحمر، أتمنى يكون الجميع بخير. أنا والله عاملة الفيديو النهاردة ومش عارفة أقول إيه عن أداء منتخبنا بعد الهزيمة اللي أقل إنه يتقال فيها إنها قاسية من تونس امبارح. أداء يعني دون المستوى، أداء باهت من المنتخب. مفيش أي شكل للمنتخب، لا في الهجوم ولا خط نص ولا دفاع ولا حتى حراسة المرمى. إيه ده؟ ده منتخب مصر. أنت معاك محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد وزيزو وطارق حامد وحمدي فتحي وابو جبل، ودول اسماء المفروض ليها وزنها في الدوري المصري، ومع ذلك مفيش اي تجانس ولا فكر خططي ولا جمل متحفظه للعيبه. جميع خطوط المنتخب يعني بعيده مسافات شوارع عن بعض، مفيش ربط بينهم، لا ربط فكري ولا في اداء ولا في اي حاجه. لعيبه اصلا جايه كانها جايه الماتش تحصيل حاصل، لعيبه جايه تلعب على الواقف، لا في روح ولا غيره. انت بتلعب باسم مصر وباسم منتخب بلدك، واحنا مش شويه، احنا في عالم كره القدم مش شويه، لا في قارتنا ولا في الوطن العربي. يعني بالله عليكم، ده منتخب مصر يدخل فيه هدفين في اول 4 دقايق؟ انت متخيل منتخب مصر باسمه وتاريخه ونجومه وعلى ارضه ويخش فيه هدفين في اول 4 دقايق ويتهزم 3-1؟ هزيمه دي مش يعني مش خفيفه، ولا حتى كان في اداء انه يشفع لها نقول ده كان ماتش جامد. ما كانش فيه. وفين؟ وعلى ارضه. ومع احترامي لكل الاسماء اللي كانت موجوده، لكل اللعيبه اللي كانت موجوده في المنتخب امبارح، بس اللي شفناه امبارح اثبت ان المنتخب من غير لعيبه الاهلي لا شكل ولا لون ولا رجوله في الملعب. ايوه يا فندم، الاهلي النادي الوحيد اللي رافع اسم مصر والمنتخب في اي مطوشه دوليه. احنا بقينا بنطلع بره بنتهزق زي ما احنا حتى على ارضنا. من غير لعيبه الاهلي معلش المنتخب ملوش اي شكل. وباختصار، لو لعيبه الاهلي مش موجوده المنتخب ملوش وجود. دي الحصيله بتاعت المشهد اللي شفناه امبارح. ليه بقى؟ عشان لعيبه الاهلي، يعني انا برد عليك عشان انت بس ما تفتكرش ان انا بطبل للاهلي، بس لعيبه الاهلي حضرتك متعوده دايما انها بتلعب على بطولات، عندها روح المنافسه باستمرار. يعني الموضوع ده عندها مش واقف وملوش سقف. فيعني من الاخر كده وبدون مبالغه، مفيش كره في مصر حاليا غير في النادي الاهلي للاسف. ولو الاهلي بخير المنتخب بخير. وبالارقام الاهلي هو النادي الوحيد الناجح في مصر حاليا، وطبيعي عشان ده في مصر يكون بيتحارب. عشان انت عارف يحدث في مصر فقط انك لما يكون عندك حد ناجح ونجاح غير عادي وانت مش قادر تجاريه في النجاح ده، فبدل ما بتسيبه ينجح لا تكسر له جناحاته، تحاول ان انت تشده معاك للفشل. والكلام ده باحداث بدأ من ساعة ما اتحاد الكورة
اخفى خطاب الاتحاد الافريقي لو نفتكر، ولعب نهائي دوري الابطال من مباراه واحده اللي كانت في المغرب، وضاع من الاهلي لقب البطوله في سنتها، وده كان بفعل فاعل من مسؤولين الكره عندنا في مصر. بعد بقى الماتش المأساوي بتاع امبارح ده يطلع لك الكابتن حازم امام وبيبرر الهزيمه من تونس، هيرميها على مين؟ على الاهلي. الهزيمه حصلت بسبب غياب لعيبه الاهلي، ويقول لك المفروض ان الاولويه في المرحله القادمه للمنتخب. طب ما انا معلش، ما انا يعني انا عايزه اقول لك حاجه يا كابتن حازم، الاهلي هو دايما هو اللي بيحاسب على المشاريب زي ما بيقولوا، هو اكتر نادي بيتحمل فشل المنظومه الرياضيه في مصر، وهو اكتر نادي عارف ان الاولويه للمنتخب، بدليل ان الاهلي لعب كاس العالم للانديه من غير لعيبته الدوليين، انا مش بتكلم من غير لعيبته الدوليين عشان المنتخب. فبلاش حضرتك يعني تزايد على الاهلي او انتماء الاهلي. الاهلي يا جماعه مضغوط في بطولات كتير، يا اما حضراتكم اقفلوا على نفسكم بقى، ما هو احنا بقى نتجرر للفشل، اقفلوا على نفسكم بقى، ولا بطولات ولا افريقيا ولا كل حاجه، واستكفوا بقى بالدوري العقيم اللي احنا بنلعبه ده وخلاص. ده على اساس يعني ان في منافسه يعني وهنتفرج على كوره. انتوا عارفين، كل عارف الاهلي في كل موسم كل 3 4 ايام ماتش، كل 3 4 ايام ماتش. وبعدين معلش يعني في اي دوله منتخبها بيعتمد على فريق واحد مش موجود بتقع بالشكل ده، في اي دوري من دوريات العالم. يبقى دلوقتي الحل ان حضرتك تظبط المنظومه الرياضيه في مصر. يعني كل الاعتماد على فرقه، دوري فيه يعني ما شاء الله معتمد في منتخبك على فرقه مش موجوده. نشوف المنظر اللي اكتر من انه هزلي امبارح في ماتش المنتخب مع تونس. ده مش كلام منطقي، ده مش كلام منطقي. على ذكر بقى الاهلي، انضم النهارده علي معلول لبعثه الاهلي. الراجل طبعا لعب امبارح مع المنتخب بتاعه في الماتش بتاع تونس ومصر، النهارده رجع لبعثه الاهلي في السعوديه وجاهز للمشاركه مع الاهلي في مباراه السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه الجزائري يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 9 مساء. النهارده كان في ميران للنادي الاهلي، وكولر قبل التمرين عمل محاضره لشرح العديد من الجوانب الخططيه الخاصه بالمباراه، والراجل يعني ركز خلال الشرح على مفاتيح لعب اتحاد العاصمه، مين هيمسك مين ومين هيكون مع مين، خصوصا ان اتحاد العاصمه عنده مجموعه لاعبين متميزين ومعاهم مدرب قدير جدا، فبالتالي المباراه مش هتكون سهله، فممنوع التهاون. ده طبعا يعني تحذيرات كولر، مفيش تهاون واللي هيقوله هيتسمع حرفيا. فما ينفعش ان هم ينزلوا يتهاونوا او يستهتروا بفرقه اتحاد العاصمه. لازم اللعيبه تكون في كامل تركيزها طول ال90 دقيقه، ولازم يستغلوا الفرص بشكل كويس. المباريات اللي زي دي بتكون مباراه الهدف الواحد، يعني هو ممكن هدف يغير شكل المباراه نهائي.
فما نستهونش اني ادخل فيها جون هعوض، الكلام ده مش هينفع. الكلام ده عندنا اهم حاجه ان انت ما يخشش فيك اهداف وان انت تسجل. وان شاء الله الاهلي قدها وقدود، وهو يعني ما فيش غيره رفع اسم مصر في السنين الاخيره بلا شك، برضه يعني شاء من شاء وابى من ابى. فنتمنى التوفيق للاهلي يا رب في مباراه السوبر الافريقي، واكيد ان شاء الله هيفرحنا، يعني ان شاء الله من الحاجات اللي الواحد عمال يشوفها بصراحه. قائمه الاهلي احنا عندنا فيها 21 لاعب: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف في حراسه المرمى. الدفاع عندي رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمد هاني وكريم الدبيس. وعندي في خط النص مروان عطيه واليو ديانج وامام عاشور، احمد نبيل كوكا، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، رضا سليم، احمد عبد القادر، محمد الضاوي، كريستو وطاهر محمد. الهجوم صلاح محسن، محمود كهربا، وانتوني مودست، اللي بنأمل ان يعني يتأقلم بسرعة كده وينسجم مع الفرقة ويلعب. نتمنى ان هو يلعب، لان احنا لسه مش عارفين يعني القرار بتاع كولر ايه اتجاهه في الماتش بتاع السوبر، على حسب طبعا جاهزيته. فنتمنى ان هو يلعب ويوفق ان شاء الله وينسجم يعني سريعا، يحصل له انسجام كده مع الفرقة، وان شاء الله يعني يعمل اللي احنا بنأمل ان احنا نشوفه. بقالنا يعني داخلين في 3 سنين مفيش مهاجم، فيعني عايزين نفرح بقى، عايزين نشوف بقى تهيألي الفرقه كده مكتمله، فعايزين بقى نتفرج على كوره تمحي المشهد الهزلي اللي شفناه امبارح للمنتخب. ان شاء الله الاهلي يرجع بالكاس، ما هو مفيش غيره بيفرحنا، هو اللي دايما رافع اسم مصر وهو دايما اللي بيساعدنا يعني بجد. نتمنى ان هو يرجع بالكاس، ويعني وبفضل الاهلي على ما اعتقد الكوره في مصر لسه لحد اللحظه دي هي على الخريطه الكرويه في افريقيا والعالم. فنتمنى التوفيق للنادي الاهلي زعيم مصر وافريقيا. لحد هنا الفيديو بتاعنا انتهى. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبك اشترك معايا في قناه اليوتيوب او على صفحتي في الفيسبوك، وجودك اكيد يشرفني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.